تعالوا احكي لكم عن اكبر بطولة حرام حققها نادي الزمالك بالرشوة للحكم الجنوب افريقي بطرس ماتابيلا. تعالى الاول اعرض لك حالتين كده في الماتش هيفهموك الماتش ده مش ازاي. الاولى على ايمانويل لاعب الزمالك، زي ما انتم شايفين اهو من غير ما اتكلم محضر في الاسم قدام عين الحكم المرتشي، مش ضرب عادي، ده واحد في خناقة بيدي واحد بالنص، يعني من المفترض كارت احمر، وكمان اللاعب ده يتوقف له شوية ماتشات حلوة كده، ولكن اللعبة دي خلصت انذار لايمانويل لاعب الزمالك وخلاص على كده. والله زي ما بقول لك كده. خلص هنا بقى؟ لا طبعا. بص معايا اللعبه دي بعدها على طول محمد يوسف قطع الكوره من لاعب الزمالك بدون اي اخطاء تماما، ورايح بكوره خطيره، مدافع الزمالك جاب رجله وهو واقع مر لمحمد يوسف اللي بقى واقف مذهول مش مصدق نفسه، هو ايه اللي بيحصل ودول مين وايه اللي جابني هنا واحنا في بطوله ايه وايه الحكم الفاجر ده. المهم ان الماتش ده انتهى 1-0 للزمالك، والاهم ان هم ما اكتفوش بكده وبس، لا يا حبيبي، ده نزلوا عقوبات كمان على محمد يوسف عشان خد كارت احمر، وكمان على ابراهيم حسن ووقفوه لمده عام كامل. وقفوا ابراهيم حسن لمده عام كامل بسبب اشتباكه مع الحكام ومع مراقب